السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في لاشين ديالي. اللي كيشوفني أول مرة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويدعمني، خلي لي شي تعليق ويضغط على زر الإعجاب إلا عجبو الفيديو. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غيكون قصير جدا، كيهضر على آخر الأخبار اللي كتقول أنه كندا قامت بإعفاء المغاربة من تأشيرة السفر. يعني كيقولوا في هذا الخبر اللي كيروج مؤخرا أن المغاربة ما باقيش غيحتاجوا الفيزا باش يمشيو لكندا. فعلا هادشي صحيح، ولكن راه بشروط. الإخوان والأخوات، ماشي جميع المغاربة غادي يستافدوا من هاد القضية هادي. كاين جوج شروط. الشرط الأول باش تدخل لكندا بدون تأشيرة بالنسبة للمغاربة هو أنه تكون عندك في هاد 10 سنوات الأخيرة، هاد 10 سنين الأخيرة هادي اللي فاتت، تكون كانت عندك، تكون كتوفر فيها على الفيزا ديال كندا، على تأشيرة كندا. هي مكتوبة هنايا: الإعفاء من الفيزا الكندية لن يكون متاحا لجميع المغاربة. يعني ماشي جميع المغاربة غادي يستافدوا. فقد حددت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الفئة المستهدفة من هذا الإجراء، وتهم المغاربة الذين حصلوا على تأشيرة كندية خلال العشر سنوات الماضية. يعني تكون انت من الناس اللي كانت عندهم الفيزا ديال كندا في 10 سنين الأخيرة ابتداء من هذا العام هذا، داكوغ؟ أو لا تكون عندك أو المتوفرين حاليا على تأشيرة صالحة للولايات المتحدة الأمريكية صادرة لأغراض غير متعلقة بالهجرة. إلا ما كانش عندك فيزا ديال كندا في هاد 10 سنين الأخيرة، خاص يكون فيك واحد الشرط آخر. شنو هو الشرط آخر؟ تكون عندك الفيزا ديال أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، مزيان. وتكون هاد الفيزا خديتيها على قبل التوريست، ما تكونش مثلا تجمع ولا مشيتي باش تخدم ولا باش تهاجر ولا زواج ولا شي حاجه. تكون عندك صادره لاغراض غير متعلقه بالهجره، تكون صادره لاغراض السياحه والاستمتاع مهم توريست. تكون عندك فيزا توريست ديال امريكا وتكون باقا صالحه، يعني ما تكونش فاتت، ما تكونش سالات. بهذا المعنى ما تكونش سالات هاد الفيزا ديال امريكا، تكون باقا صالحة. هادو هما جوج الشروط اللي خاص يتوفروا في الانسان المغربي الا بغى يستافد من هذا الاعفاء ديال الفيزا الكنديه. وسيكون على المغاربة الذين يتحقق فيهم احد الشرطين التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر الكتروني افي. الناس اللي كيتوفر فيهم شرط من هاد جوج الشروط اللي ذكرت كيتقدموا بطلب الحصول على تصريح سفر إلكتروني آفي. كيدخلوا لمنصة آفي وكيقدموا الطلب ديالهم، وهو إجراء يكلف $7 كندية. كتخلص لي $7 كندية، فيما تتم الموافقة على غالبية طلبات في هذا الصدد تلقائيا في غضون دقائق معدودة عبر موقع خاص لهذا الغرض. كتدخل آفي، كتعمر الطلب ديالك، كتخلص $7 كندية. ما عرفتش بصراحة شحال بالدرهم، تنحولها وكتفاليديه، ومن بعد كيجاوبوك في غضون دقائق. مفهوم؟ يعني كيكون عندك تصريح، شنو نقولوا ليه، تصريح كتاخدو عبر هذا الموقع. كتاخد بحال قلتي فيزا الكترونيه، فوالا، تصريح الكتروني. يعني كتاخد فيزا الكترونيه باش كتدخل لكندا وكتدخل ليها جوا عبر الطائره. يعني اعيد جوج شروط، واحد فيهم يكون متوفر فيك: اما تكون من الناس اللي كانت عندهم فيزا ديال كندا في 10 سنين الماضيه، او تكون عندك دابا فيزا ديال امريكا باقا صالحه. وتكون هاد الفيزا ديال امريكا الصالحه اللي باقا صالحه تكون ديال السياحه، ما تكونش مثلا ديال الهجره الدائمه باش تبقى في امريكا، او زواج او عقد عمل او هادشي اللي كاين الاخوان. يعني ماشي جميع المغاربه غيستافدوا من هاد النقطه هادي. كنتمنى التوفيق للجميع. اللي كيشاهدني اول مره يدعمني بلايك وبالضغط على زر الاشتراك، والله ييسر الامور.